فلأول مرة بتاريخ العراق يصير فريق وطني يشتغل مع اللجنة الدائمة بالأمن القومي اسمه فريق ممثلي المحافظات العراقية. وكان لي تجربة شخصيا، زرت كل المحافظات، وكان كل محافظة نجمع بها 4 5 محافظات. هاي مرحلة الإعداد. مرحلة الإعداد طبعا عندنا فريق أيضا من الخبراء، عندنا فريق من المنظمات غير الحكومية والإعلاميين وصناع الرأي من الوزارات ونقابة الصحفيين وإلى آخره. على بركة الله انطلقت هذا اليوم، ونتشرف بهذا الانطلاق لمبادرة تطبيق وتنفيذ استراتيجية الأمن الوطني لبلدنا العراق العزيز للفترة من 2025 إلى 2030. هذه المبادرة كان يحاضر فيها هذا اليوم الأستاذ الدكتور علي الياسري، حقيقة تفضل مشكورا هذا اليوم بالحضور إلى جامعتنا وإلقاء محاضرة عن استراتيجية لعموم أساتذة الجامعة أعضاء مجلس الجامعة، وكذلك شارك في طلبة الدراسات العليا أيضا وتدريسية الجامعة، إضافة لممثلي دوائر المحافظة. وكانت المحاضرة قيمة وتحدث عن محاور هذه الاستراتيجية بجميع مجالاتها. اليوم نشهد مبادرة مهمة جدا، مبادرة وطنية وتاريخية من وزارة التعليم العالي، جامعة ديالى، كلية التربية، بأن تحتضن هذه الجامعة الموقرة بكليتها الموقرة بجميع الكادر القيادي والعلمي والأكاديمي والإداري أول فعالية للتثقيف على استراتيجية الأمن الوطني الجديدة 2025-2030 التي أطلق عليها رئيس وزراء العراق أولا، وتم الحديث عن مضامين هذه الاستراتيجية، محاورها، أهدافها، وسائل وطرق تفعيلها لمصلحة المواطن الوطن وتحسين الخدمات ورفع مستوى الوعي والجهوزية على المستويات الأمنية الاقتصادية التكنولوجية. هنالك عمل كبير جدا تعمل وزارة التعليم العالي بالشراكة مع اللجنة الدائمة على تنفيذه.